الهجره والامن. شكون اللي مستافد من الاتفاقيه ديال الهجره والامن؟ تنظيم الهجره ديالها هي، تعاون الامني ضد الارهاب والجريمه ضد الكباب عليها هي. وهذا شنو كيحسن؟ كيحسن العلاقه والتوسع ديال ايطاليا في في القاره الافريقيه. انت شنو مستافد من هادشي كامل؟ نزيدو نقولوا اكثر. ملي كنتكلموا على نقل المعرفه، الا ما كانتش عندك انت كشرط، هنا ما كتكونش عندك الصناعه المتقدمه ديال ايطاليا، ما يمكنش يكون التعاون بيناتكم في مجال التكنولوجيا الحديثه ويتكونوا مهندسين جزائريين او اطر جزائريين اللي يقدروا يمشيو بالمستقبل ديال الجزائر في هذه المساله. الحاجه الكارثه العظمى بالنسبه للجزائر شنو هي انها كتولي هي المورد الرئيسي بدون نقل المعرفه، وكتولي هي كتبيع الماده الخام ديالها بلا ما كتعرف كيفاش كتصايب ولا كيفاش كنعاودوا ليها، نعاود زعما كيفاش كنحللوها وكيفاش كنقادوها باش اننا نعاودوا نصدروها. الاستثمارات والمشاريع اللي كانت قالت لكم ايطاليا في المره الاولى اللي كانت دارت معكم الصفقه وقالت لكم حكا والواد غادي ندخلوا في مجال البناء والصناعه والطاقه المتجدده، وغتكون عندنا شراكات مشتركه او لا مشاريع مشتركه ما بين ليني وما بين ما بين سوناتراك. فين هي؟ شنو دابا؟ شحال باش داروا الصفقه الاولى الياس؟ دابا من شهر، عام تقريبا، عام تقريبا. شفنا عندكم شي شراكات ديال شراكات او مشاريع مشتركه مع ليني في الجزائر؟ شفناها بنات شي فرع ديالها، جابت لكم نقل الخبرات، جابت لكم مهندسين يكونوا لكم مهندسين جزائريين، دارت الانطلاقه ديال تطوير بنيه تحتيه باسم ايطاليا، خدمت لكم شي فرص عمل اللي نتوما مشتركين في استثمارات باش انكم تخدموا اليد العامله الجزائريه، بنات لكم شي مصا ما شفنا والو. جايه عام دابا. لهذا كيعاود يقول لك الياس بان الكارثه العظمى تغيير السوق او تغيير ما يسمى البرميل او لا يطلع الثمن ديالو، انت ما كتستافدش منه. انت عندك صفقه طويله المدى، انت جاي باش تزيد تعزز ليها في الكميه اللي كتعطيها. من اجل من اجل ايطاليا. انت كمواطن جزائري اليوم نقدر نقول لك مثلا، نعطيك مثال، مثلا المغرب يتخلى عن جزء من شي حاجه باش ياخذ في المقابل حاجه اخرى. نعطيك مثال، ملي دخلنا للدومين ديال لايغونوتيك، دا اكيد كانت عندنا شراكات مع دول لديها الخبره في لايغونوتيك اللي هي مجال ديال الطائرات. فالمغرب استفاد لانه دخل التكوين ونقل المعرفه دي كادغ ودي زانجينيور اللي عندنا حنا هنا في المغرب، يعني مغاربه ولاو كيفهموا في الدومين ديال لايغونوتيك اللي هي نقلت لنا المعرفه التكنولوجيه. ملي كنمشيو مثلا وكنقولوا نقل المعرفه العسكريه، كنتكلموا على صناعه الدرون مثلا اللي دخل ليها المغرب، وكذلك دخل من اجل انه يكون عنده معرفه في هذا المجال، ويكون عنده ناس اللي عندهم درايه واكسبيريونس سوا تيوريك سوا براتيك في هذا المجال. انت قول لي علاش داخل لهذا الشيء هذا؟ ما الاستفاده؟ الاستفاده اللي عطيتهم لك باقي ما بانوش حتى لدابا. هي الاخت الملكه، اولا التحليلات نتاعك انا بالنسبه لي تبقى هي تحليلات شخصيه ربما، وانت ما ادراكي انه ربما الجزائر وبالك هذا الشيء غادي يضحكك، ولكن تبقى هذه مجرد تكهنات، لانه حنايا ماناش موجودين مع الناس يعني الحاكمه الفعليه في ايطاليا ولا في الجزائر اللي موجودين على خليني غادي نقول لك اللي موجودين ما على فهمتش البديه، ما فهمتهاش. ايه غادي نقول لك، راني جايك. الناس الموجودين اليوم في الجزائر وفي ايطاليا على راس كل هاد الدول، ما ادراك ربما انه الجزائر، لانه هذا الامدادات الزائده في قضيه الطاقه كان ممكن انها تجري بدون انه رئيسه الوزراء الايطاليه او رئيسه الحكومه الايطاليه تجي للجزائر. ما ادراك انه الجزائر ربما خلينا غير نكملوا لك. فرضت انه لازم يكون هذا لا ما يمكنش، خليني غير نكمل لك. لا فمو كنسمع شي حاجه. علاش اليوم وشي حاجه ما عندهاش علاقه بالمنطق. كيفاش دوله غدير دوله، كيفاش دوله غدير صفقه مع دوله ما غتجيبش ما غيجيش وزير الملكه؟ الفكره مازال كاع ما نبناتش ما نولدتش. خليها غير ولكن كبدايه شرح لي كبدايه لا حول ولا سمعي دوك تفهمي. انا بالنسبه لي ربما الجزائر قادره انها تكون، لانه التحليل نتاعك انت ما كانش مبني على شيء يعني مؤكد. انا بالنسبه لي ممكن خليني التحليل ديالي انا خلينا غير نكملوا. كتخربق اسمح لي. لا علاش سمعناك الاخت الملكه بلا ما نقاطعوك وراكي تقولي لي يا اخي ما يمكنش. بلاتي انا غنسولك واش عندك اطلاع على هذا الملف اللي كتكلم بهذه الطريقه؟ اليوم راكم مدخلين اللايف نتاعكم في الفوضى يعني. واش عندك غير سمعني افوا ما تبقاش تشكى عليا. انا عندي محكمه الاسره كتسد مع الربعه.
كنسولك واش انت عندك درايه بهذا الملف هذا اللي كتكلم وكتقول لي تحليلاتك مبنيه على والو؟ اخت الملكه تكلمتي، سمعناك، خليني نجاوب. وسؤالي سمعيني انا دوك ماشي قلت لك تفهمي. ما انا ما قلتش لك دير لي الانشاء، قلت لك اعطيني واش عندك درايه نعم او ام لا. انتيا واش راكي باغي تسمعي الجواب نتاعي ولا راكي باغي تفرضي لا عليا واش الجواب؟ عندك درايه؟ الجواب بعد على نعطيك سؤالي لساني واش عندك تكلمي به درايه؟ ولا تخليني نجاوب؟ واش عندك درايه على الملف ديال الطاقه؟ عندك؟ انا الاخت نرفض هذه الطريقه انه يا تسيريني اخي كما اسمعني، تحبي. انا واش عندك سمعتك، اسمعني انا الله سمعتك، يكبر بك. هاد سمعيني. المعلومات اللي كنقول لك انا، هاد المعلومات اللي كنقول لك انا، لما كنتيش مثقف في هذا الملف هذا بلا ما نزيد معاك فيه، واش عندك درايه عليه ولا ما عندكش؟ عندك معليش اطلاع؟ معليش ندير التدخل تاعي مادام انا سمعتك. وسؤال قبل تاعك التدخل، كامل. واش عندك اطلاع انا نعم نرفض ام لا؟ انني نجاوبك بهذه الطريقه الاخت الملكه. يا اخي انا كنسولك واش عندك اطلاع ولا لا باش نسكت انا. شوفي، ديري واش حبيتي، ولكن انا نرفض نجاوبك مادام راكي تكلمي بهذه الطريقه وتفرضي عليا طريقه الجواب. اين طريقه؟ انا كنقول لك غير واش عندك بعدا علاش تقدري انا تخليني نهضر ناخذ معاك فيه. الكلمه ونجاوب كما حبيت؟ تقدري واش ولا ما عندك تقدريش؟ درايه نعم ام لا؟ ما عندكش غنسد المايك، عندك غنسد المايك اي باش نفهم. لا ما عنديش، عندي جواب حبيت نقوله انايا اذا وفكره ما عندكش حبيت درايه نقولها. تفضل يلا. انا ما واش عندكش بغيت نقول، درايه هذا هو المهم. انا بغيت نقول انك قدمتي التحليل الشخصي نتاعك. انا نظن ربما الجزائر بطريقه او باخرى، وهذا يبقى مجرد تكهن، ربما خدات الفرصه وراح تستغل هذا الظرف هذا اللي مادام قادره تكون انها فرضت انه جورجيا ميلوني تجي. هذه الامدادات الزائده نتاع الطاقه في هذا الظرف الصعب بالنسبه لايطاليا ولكل اوروبا، ربما باش يكون فيه اتفاقيات امنيه. مثلا كاين مشاكل كبيره في ليبيا اليوم موجوده وترهق كاهل المنظمات ولا الناس المسؤولين عن الامن في الجزائر من هذا الجانب. فربما قدوم جورجيا ميلوني راح يكون فيه تحت الطاولة وأشياء نظن أنا لن تعلن اليوم، تنازلات ولا اتفاقات يعني ضمنية مع إيطاليا في هذه المجالات. لأنه أنا ما نظنش أنه الجزائر كعقلية الموجودة في النظام أنها راح تفوت هذه الفرصة وتمد وتحل كل الأنابيب نتاعها يعني بدون مقابل. اليوم نتوما حاولتوا انتيا الاخت الملكه والاخ الياس تمروا فكره، ربما انا حاولت نقلب عليكم الطاوله بهذه الافكار، ونظن هذه الافكار هي قابله للتجسيد على الافكار نتاعكم، ويقدر اي انسان ربما يجد انها افكار قابله للتطبيق ومعقوله ومقبوله على الافكار اللي راكو تطرحوها. نظن اللقاء انا بالنسبه لي هذه الفكره نتاعو. نتوما حاولتوا انكم تسوقوا اننا كجزائريين راح نستقبلوا جورجيا ميلوني ونسلموا ونعنقوا ومانيش عارف نديروا. لا هي بالعكس. اليوم الجزائر كدوله فيها ناس، فيها اطارات كفء تقود هذا البلد على الاقل للسلم في المنطقة في ظل كل هذه التوترات، عارفة من أين تؤكل الكتف. نظن ما راحش تخلي هذه الفرصة تمر بدون أنها تأخذ على الأقل اتفاقات أمنية. أنا هذا هو رأيي وتحليلي الشخصي باش لقدوم رئيسة الوزراء الإيطالية إلى الجزائر اتفاقات. ما نقدرش نحاول بهالطريقه. هذا هو الراي نتاعي. انا حبيت انا صلي ساعتين باللايف، ساعتين نصلي باللايف. خلي ابو امير يتكلم مازال. والله بس عندي ساعتين باللايف. انا حبيت نختم. ولا قبل لا تختم اخي، حبيت نختم نشكر الياس، نشكر الاخت الملكه. معلش والله خليك انا مازال عندي معك. انا نرفض الاخ الياس انني نبقى مع الاخ الفلسطيني، لانه المره الماضيه تحملته هو يعني دم، وحنا نبغيو الاخوه الفلسطينيين. نرفض انه يمرر كل السموم وانا موجود يعني بجانبه في الكاس باش يكون معك واضح.
مع كل جاوبوا. احتراماتي ليه. اجيبه. لا لا الا لا قال لك شي لا حاجه لا اجيبه. لا لا نرفض انني نتفاعل معاه، والمره الماضيه يعني انت تكلمت معاه اي واحد ضد، بدبلوماسيه. يعني انت ضد